تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالعبادلة في عملية نوعية من إحباط تهريب كمية معتبرة من الأقراص مهلوسة على مستوى المنطقة المسماة حمادة مطيليح بلدية تاغيت. وتمت العملية بعد التفعيل الجيد لمختلف التشكيلات الثابتة والمتحركة المتواجدة بالميدان، أين لفت انتباه أحد الدوريات وجود سيارة منعزلة خارج نطاق نشاط وفد استكشاف أجنبي، فحاولت المركبة المناورة من أجل التمويه والتخفي عن أنظار الدورية، إلا أن فطنة أفراد الدرك الوطني حالت دون إفلاتهم، يتم العثور على المركبة عالقة على مستوى جرف، بينما لاذ أفراد المركبة بالفرار إلى وجهة مجهولة مستغلا التضاريس وطبيعة الميدان. يتم العثور على مركبة نوع تويوتا هيليكس رباعية الدفع على متنها 330 ألف قرص مهلوس نوع بريغافالين 300 ملغ، وثائق إدارية خاصة بالمركبة، هواتف نقالة. الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتاغيت فتحت تحقيق في القضية.